السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأفاضل، متابعي قناة مجيد ليفربول، نرحب بالجميع إلى هذا الموعد المتجدد. ولكن قبل أن نبدأ الكلام متابعينا الأفاضل، لا تنسوا تفعيل زر الجرس، الاشتراك في هذه القناة حتى يصلكم إن شاء الله كل ما هو جديد عبر قناة مجيد ليفربول. اليوم متابعينا الأفاضل، من خلال هذا الفيديو أنا حبيت نتكلم على كيفية تعامل يورجن كلوب مع هذه المشكلة، مشكلة إصابة فيرجيل فان دايك البارحة. طبعا قبل ما نتكلموا على كيفيه التعامل تاع كلوب، وقبل ما نتكلموا يعني من الناحيه التقنيه ومن الناحيه الفنيه كيفاش راح تكون الامور في غياب فان دايك، نرجعوا للتدخل تاع البارح هذا تاع الحارس بيكفورد. تدخل وحشي هذا تدخل وحشي. علاه يقول لك باللغه الفرنسيه كاين لونجاجمون فيزيك او ما يعرف بالاندفاع البدني المشروع في عالم الكره، وكاين لاغريسيون او الاعتداء. البارح سيتون اغريسيون، هذه البارح اعتداء، هذا بالمقاس، حكموا بالمقاس البارح، ما فيهاش. البارح يسمى كان لازم فان دايك يخلي الرجل تاعو في الملعب باش يعطيله بطاقه صفراء وحمراء. هذا نورمالمون. اليوم تروح تمدلو بطاقه حمراء. هو دار غلطه دار غلطه نهار السبت، انت تمدلو الانذار نهار الاثنين، معليش يدخل التاريخ على كل حال، او تمدلو الطرد. تدخل صراحه. وما كاش، ما كان لا رجوع لا للفار، لا يديك لا يجيبك، ما كان والو شيء. دوك السؤال المطروح كاينه حاجه. هل انه ما دام انه الكره تسلل، معناه تدخل تاع هذا الحارس وكانه لم يكن، ولا كيفاش الحكايه، ولا كيفاش القانون في الامر هذا؟ اي نعم، معليش متفقين وعلى بالنا باللي الكره تسلل، هذه ما نتكلموش عليها. ولكن التدخل تاع الحارس هذا هكذا يمر مرور الكرام بدون لا عقوبه ولا عوده للفار ولا. كاين نيه الايذاء، كاين لاتونسيون، كاين نيه الايذاء. مادام كاين نيه الايذاء، انا نظن بانه سواء الكره تسلل ما هيش تسلل، هذاك موضوع اخر. ولكن كاين نيه تاع لاعب لايذاء لاعب اخر. يا التدخل هذا مش تدخل، اسمح لي خويا، ما نتمنى حتى واحد تدخل كيما هذا يا صاحبي. تدخل ماشي عنيف برك، اعتداء وحشي، اعتداء وحشي. هذا ما كان قادر فان داك يخلي رجله في الصاد اليوم ويرجع برجل واحده كاع، ما يزيدش يلعب كره القدم تماما، ماشي اصابه تاع 7 شهور 8 شهور. تدخل كيما هذا. وعلى هذا اليوم قريت في موقع كوره منذ لحظات، قريت بانه اللي حاب يرجع له كل حال في موقع كوره، الاتحاد الانجليزي هكذا بالعنوان العريض، الاتحاد الانجليزي يفتح تحقيق في واقع تدخل بيكفورد على فان دايك. فتح تحقيق، اطفرت على كل حال، بصح معليش. لما ذا بين هذا الحارس هذا يقصى 7 ولا 8 مباريات مع ايفرتون، باه يعني يتجنب الاخطاء مثل هذه مع لاعبين اخرين. نلعبوا كرة قدم، راناش نلعبوا مصارعة حرة ولا شيء من هذا القبيل. مهما كانت القيمة الفنية ومهما كان الرهان ومهما كانت أهمية المباراة، لا تقارن بصحة أي لاعب. تتدخل كما هذا يرحم باباك في مباراة مهمة كما هذه، اسمح لي. ويزيد ما يروحش يشوف الفار. تسلل، معليش تسلل، تأكدنا على بالنا بلي تسلل. والتسلل هذا واش معناته يدير له رجله ولا كيفاه؟ كان زاد شويه كان يدي رجله في رجل فان دايك، يديها في يدو الحارس بيكفورد هذا. تدخل صراحه وحشي 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 واحد الدرجه. شغل فيها شغل فيها ريحه عنصريه ولا في مش عارف شنو، بس العنصريه ضد من؟ تدخل ما وزيد دوخك، ما كاش قرار اداري، ما كاش عوده للخطا، ما كاش. هذه نقطه على كل حال اللي حبيت نرجع لها، اللي صراحه تاسف في اداء الحكم مايكل اوليفر البارحه، خاصه في اللقطه هذه. ربما عموما على مستوى المباراة مايكل أوليفير كان عادي، أدار المباراة كما لازم الحال. بعض الأخطاء ربما، ممكن هدف معليش الهدف تاع ليفربول حتى ولو كان هدف صحيح وألغاه، معليش هذه آراء تاع حكام مباريات، ممكن حكم آخر يحسب لك الهدف. مايكل أوليفير شاف ربما بأنه ماني ما كانش متسلل ماني، ولكن هذا رأي أوليفير، احنا نحترمه. ما راحش اليوم نهبطوا المستوى ونقولوا علاش الحكم هذا ما حسبش له، ما حسبش هذا. هذه اراء حكام، احنا ما نتكلموش عليها، هذه اراء حكام دوليين. الامور نسبيه بالنسبه لهم، ما عندوش ربما وقت. اي نعم عنده الفار يتاكد، ولكن هذا هو على كل حال. ولكن اسمح لي، تدخل كما هذا تاع بيكفورد، هذا من دون ما ترجع للفار، مباشره الحمراء، مباشره. ما
لو كان عطاو الحمراء كنا في الدقيقة الرابعة رابحين 1-0، يزيد يخرج لهم واحد من لاعبي فريق ايفرتون يضحي به انشيلوتي بطبيعة الحال مادام الحارس يخرج، وتتغير معطيات المباراة وتتغير نتيجة المباراة. على هذيك أنا مايكل أوليفر نحمله تقريبا 50% من التعادل هذا. أي نعم المباراة قلت أدارها بشكل مقبول إلى حد كبير، منح بطاقة حمراء لريتشارلسون في اللحظات الأخيرة، ولكن اسمح لي على كل حال هذا القوس. المهم نرجع لموضوعنا اللي قلنا كيفاش راح نتعاملوا مع غياب فان دايك. اليوم كاينه حاجه نطلب فقط من الجمهور، جمهور فريق ليفربول سواء في الجزائر او في العالم العربي الكبير، ما يضخمش هذا الامر هذا. رانا على بالنا بلي فان دايك قطعه اساسيه، ربما هي القطعه الاهم في فريق ليفربول. ولكن البارح نسمع في التعليقات راح الليفر، راح اللقب، راح كذا، الفريق ضاع، الفريق عاد ما كانش مع غياب اليسون. لا لا، وصيف فان دايك على فان دايك مع الاحترام الكامل لفيرجيل فان دايك والقيمه نتاعو في فريق ليفربول كقيمه ثابته في الفريق. على فان دايك جاب اللقب تاع الدوري الانجليزي وحده العام اللي فات، جاب لقب دوري الابطال وحده العام ما قبل الماضي، وصل للنهائي تاع دوري الابطال وحده في العام 2018. كانت انجازات تاع فريق، تاع كتله، تاع مجموعه. رانا عارفين بلي فان دايك مشكله كبيره كبيره كبيره. انا ماشي معناتها راني نقول هكذا معناتها فان دايك مشكله كبيره، فان دايك مشكله اكبر من قاره اسيا غياب فان دايك. ولكن خلينا نتعاملوا دوك مع الواقع. الواقع راه يقول بلي فان دايك ما كانش. فان دايك ننساوه اليوم، نعتبر روحتنا بلي فان دايك ماهوش اصلا عضو في فريق ليفربول. خلاص فان دايك يروح يسمي تشامبرلاين ويريح يونسو. دركا ما كاش فان دايك، درك عندك ماتيب وعندك فابينيو وعندكم اعاننا الله واياكم عندنا غوميز وعندنا ادريان شغل حارس تاني، نعتبره حارس باش يعني نحترموا القانون وما نخلوش الشبكه فارغه برك. هاك فاهم كيفاه. اليوم ثاني كاينه نقطه. اليوم مثلا اليوم عندك فابينيو وعندك غوميز وعندك ماتيب، هادو ثلاثه هادو ما لازمش يدخل بهم كلوب في التشكيل الاساسي في اي مباراه في ثلاثه. لازم تخلي واحد في كرسي الاحتياط، لانه اليوم ما عندكش قلب دفاع محوري رابع، وانت مطالب اليوم بالاستعانه بفابينيو في مركز قلب الدفاع. والاقرب اني راني نشوف انا الشراكه المثاليه راح تكون بين ماتيب وفابينيو، والاقرب انه ماتيب هو اللي يكون قلب الدفاع مادام انه اطول. نعرف بانه قلب الدفاع لازم يكون بقامه طويله، ماتيب اطول من فابينيو، نتمنى يكون هو قلب الدفاع على كل حال. هذا غوماز خليه احتياطي، خليه في حال ما اذا كانت اصابات ما عندكش حل. شوف هذاك غوماز هذاك سيء، هذاك ما موراه غير الواد. بصح هذا الموجود ما عندكش تروح تقول لي الان هو كل حال الكلوب متعود على هذوك الصفقات الحره، هذوك الصفقات تاع الباطل، هذوك تاع لاعب بدون فريق كيما ماتيب وكيما ادريانو. كاش ما يشوف لنا واحد بطال على كل حال، بصح بطال يكون في المستوى، ماشي بطال تجيبوا لنا برك هات يلعب في فريق ليفربول وخلاص. لا، خلي هذا الثلاثي وخلاص. قلت النقطة الأساسية أنه لازم تخلي واحد في الاحتياط، والأقرب الشراكة هي بين فابينيو وماتيب. شفنا ماتيب البارح أو مع فريق إيفرتون أدى مباراة مقبولة، ربما كان ضحية أخطاء غوميز وأدريان. شفنا أدى مباراة مقبولة. فابينيو أيضا نتذكر المباراة اللي أداها في محور الدفاع مع فريق تشيلسي، كان ضد فريق تشيلسي عفوا، كان أدى مباراة في المستوى إلى حد كبير. وبالتالي أنا أتصور شخصيا، ونتمنى أني نقرأ في التعليقات تحت يعني آراءكم في النقطة هذه، الشراكة المثالية اليوم هي ماتيب وفابينيو. ماتيب وفابينيو ما كان لا من لمن. ماتيب وفابينيو هذه واضحة وضوح الشمس، واضحة وضوح الشمس، ما كان لها الفلسفة الزايدة هذه. اليوم فان دايك خلاص نتلاقاو إن شاء الله في عام 2021 2022. خلاص فان دايك ننساو فان دايك، نتعاملوا بالشيء اللي ممكن حتى أننا نضطر لتغيير النهج التكتيكي. يعني نفكر بأنه ممكن أنه كلوب يلجأ ل 4-2-3-1. هذه 4-3-3 بتواجد ادريان في الحراسه وبتواجد وغياب فان دايك، هذه فيها شويه مخاطره، ومخاطره كبيره ثانيه. اليوم ربما راني نشوف انا من الناحيه النظريه مش عارف، هذا رايي كل حال. انا مناصر لفريق ليفربول نتكلم، انا اليوم راني نتكلم كمناصر. اليوم اذا ما عندكش ادريان، ما عندكش اليسون وما عندكش فان دايك، قادر حتى انك تغير النهج التكتيكي مثل ما لما يغيب لك ماني مثلا. هذو لاعبين كبار، لاعبين اساسيين حبينا ولا كان كل فريق عنده عناصر اساسيه. كيما في الريال كاين سيرجيو راموس، كيما في جوفنتوس كاين بونوتشي وكاين كيليني، كيما في البايرن كاين بواتينغ، كيما في البارسا كاين بيكي، كيما هذه هي، كيما في الانتر اليوم كاين غودين.
كاين عناصر اساسيه، هذه ما فيهاش نقاش. لازم تغير. اذا اضطريت انك تغير النهج التكتيكي تغيره. 4-2-3-1 لما تكون عندنا الكره نتحولوا ل 4-4-1 لما نضيعوا الكره، ونعتمدوا حتى على الهجمات المرتده. وراها المشكل، عندنا الادوات نضيقوا المساحات بين الدفاع وبين الوسط. اليوم لازم تضييق المساحات بين الدفاع وبين الوسط. لازم ندافعوا ككتله اكثر مما كنا عليه، لانه غياب فان دايك حبينا وكرهنا قلنا بانه مشكله كبيره وكبيره جدا. هذا واش حبيت نقول انا اليوم. لانه الامر ماهوش سهل على كل حال. ما نضخموش الامور، ما نرجعوش اصابه فان دايك دراما ولا مسلسل تركي. لا ما نرجعوهاش بهذاك الحجم. اصيب كما يصاب اي لاعبين كبار في العالم من اخر طراز اصيبوا ولم يلعبوا لمواسم ورجعوا كلش. ولكن اليوم فريق ليفربول، تتحدث عن فريق ليفربول، هل فريق ليفربول فريق متوسط او فريق من كبار فرق العالم؟ فريق من كبار فرق العالم، من صفوة فرق العالم. اليوم انت يتصاب لك فان دايك، نسمع البارح في التعليقات وفان دايك وليفربول. لا. ليفربول اكبر من فان دايك واكبر من ماني واكبر من صلاح واكبر من فيرمينيو واكبر من اي لاعب. هم قبل ما يجوا وين كانوا في فرق ما كانش كاع، مع بعض ما عدا بعض العناصر مثل صلاح. وفي ليفربول عطاتهم الاسم. ليفربول فريق كبير بفان دايك او بدون فان دايك، فريق كبير. اي نعم قيمة فان دايك ثابتة وواحد ما يناقش فيها، ولكن اليوم محصلة الكلام مثل ما يقال هو التعامل مع الواقع المعاش. والواقع المعاش يقول أن ثنائية فابينيو وماتيب هي الأقرب حاليا بالنسبة لفريق ليفربول، وغوميز زاد على كرسي الاحتياط. ربما من بين المزايا نتاع إصابة فان دايك ولو أنها قليلة أنه غوميز زاد راح يريح في الاحتياط. هذا درك يريح في الاحتياط، هذه ثاني نقطة. هذا يريح في الاحتياط درك. كيفاش وين دخلوا هذا؟ دخلوا في المحور مع ماتيب، هي ما كاش منها. هو ادى مباراه متوسطه مع ايفرتون، ولكن الهدف تاع التعادل تاع كالفيرت لوين كان هو المسؤول عليه. ما دار تغطيه المناسبه، ما ضغطش على كالفيرت لوين، ما صعدش معاه، وامامه حارس اخر ادريان هذاك الذي لا ثقه فيه. وبالتالي على الاقل فابينيو وماتيب ممكن تكون ثنائيه ناجحه. راهم جايين مباريات شويه نقدر نقولوا على الورق يعني في متناول فريق ليفربول. لما تشوف البرنامج يعني اجاكس مهما يكون ماهوش اجاكس تاع المواسم الماضيه. عندك بعدها شيفيلد يونايتد اللي راه يعاني. عندك بعدها ربما ميتلاند الدنماركي في دوري الابطال. يعني هذه الثنائيه تجربها وممكن يعني تعطي الاكل تاعها. على كل حال هذا واش حبيت نتكلم متابعينا الافاضل. نتمنى اني يعني وصلت الفكره. في النهايه نحيي الجميع بتحيه الاسلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.